كذاب. لما مديرك يقول لك انا مفيش بيعه تقف قصادي، اعرف ان هو كذاب. مفيش بياع في العالم مفيش بيعه وقفت قصاده. بس الفرق بينك وبين مديرك ايه؟ ان هو بيعرف يتعامل مع الباد نيوز. ازاي يتعامل مع الباد نيوز؟ ده اللي بيفرق ما بين الوينر واللوزر. حياة البياع هي عبارة عن شوية باد نيوز بتحصل. ازاي؟ بيعة انت عملت فيها كل حاجة في الدنيا وباظت لسبب خارج عن ارادتك، سبب عند العميل، في التمويل، في اي حاجة. مشروع انت شغال عليه وهوب المشروع باظ. هنا انت لازم تكون في قمة الثبات الانفعالي بتاعك، وتبقى عارف ان الباد نيوز دي بداية الطريق مش نهايته. دايما حط قصادك قاعدة ان الباد نيوز او اخفاقي في الصفقة هو البداية مش النهاية. بمعنى ايه؟ انا كبياع خبير لما بخش 10 صفقات انا ببقى متارجت منهم 2. لما تيجي صفقة تقع مني انا دي بالنسبة لي بقول ان دي خطوة سلمة من 8 سلمات انا عديتها علشان اوصل للي انا عايزه. طيب انا بستفيد منها ولا ما بستفيدش؟ بستفيد طبعا. بتستفيد ايه بقى؟ ده الفرق اللي بيقوله لك مديرك. انا ليه ما بتقفش قصادي بيعة؟ مش علشان انا شاطر، بس انا عمال بتعلم من اخطائي، عمال عظمي بينشف. لو لقيت ان البيعة باظت مادام مش انا السبب، فانا بقوى في السوق ان انا عادي بستحمل الموضوع ده وبتقبله وبقول دي خطوة. طب لو انا غلطت بقول انا هتعلم في البيعة الجاية. فهو ده الفرق ما بين الوينر وما بين اللوزر. البياع اللي له عمره في السوق هو اللي بيقدر يتعامل مع الباد نيوز على انها منحة مش محنة. حطها قصادك، بروزها. سوق المبيعات ما هو إلا شوية باد نيوز يتخللهم شوية نجاحات. فاعرف إن النجاحات مش هتيجي غير من الباد نيوز. فالباد نيوز دي بالنسبة لك بقت منحة مش محنة. اتعلم منها علشان تعرف تكمل وما تقعش في نص الطريق.